لا سيب اللي في ايدك بقى وتعالى لي عشان هنتكلم في حاجه حلوه قوي دلوقتي. هدلعك بقى زي زمان. تعالى افرجك على حاجه كده. انتوا عارفين احنا بنحب نشوف التكنولوجي وبنحب ايه، نتفرج على الابداعات. تمام، فسيب اللي في ايدك وتعالى لي علشان هفرجك على حاجه حلوه قوي 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 قوي. تعالى افرجك على عربيه كهرباء. العربيه دي دخلت اوروبا، كنا اتكلمنا عنها قبل كده، بس دي النسخه الجديده منها. العربيه دي بيصل مدى النسخ منها، بعض النسخ منها ل 750 كيلو. اللي معايا دلوقتي 650 كيلو. 650 كيلو لان وزنها اكبر ولانها اول ويل درايف. العربيه دي تعتبر ثوره في عالم العربيات الكهرباء. خد المعلومات دي كده واعرفها وضيفها لمعلوماتك حبيبي يا تيسو. معلش هنسيب العربيه دي بس هصورها دقيقه بس. العربيه دي عندي دلوقتي بتعمل فيلم حمايه وكمان هنجربها يعني وهنتكلم عنها. تعالى بقى افرجك يا معلم. سيب اللي في ايدك كده وتعالى لي. كمان العربيه دي 6 كراسي، في منها نسخه ثانيه 7 سيتس النسخه الاقل، لكن دي 6 كراسي. وتعالى شوف مستوى الخامات ومستوى الدلع، وشوف عربيه بتجيب من 0 ل 100، عربيه كهرباء بتجيب من 0 ل 100 في 4.4 ثانيه. رقم قريب من البورشه كاريرا 911. تمام يعني فرق اجزاء من ثانيه يعني. تمام، بس مش هتتخيل ان الحجم ده ممكن يعمل كده. بص يا معلم بقى، وصلوا لحد فين في تصنيع العربيات الكهرباء. المستقبل آتي يا جماعه، يعني آتي يعني جاي يعني جاي. لا السعر مش معقول خالص. العربيه دي غاليه وفيها تكنولوجيا عاليه، لكن اتفرج عموما استفيد يعني. تمام، العربيه دي لا مش اي حد هيقدر يشتريها. سيب بقى اللي في ايدك بقى، سيب بقى اللي في ايدك. تمام، بص بقى عاملين ايه. بص الجنط ال 21 والكاوتش الميشلان البايلوت سبورت. لا يعني ما فيش حاجه في العربيه، ما فيش غلطه، ما فيش حاجه تحسها كده ايه يعني نص كم. عارف انت العربيات الصيني اللي بتبقى نص كم؟ لا حتى الكاوتش الميشلان البايلوت سبورت. شايف شكل الجنط وبتاع احلى من جنط الاي كيو اس. بيلد يور دريمز. السلوجن بتاع بي واي دي. بص هم كاتبينه هنا بيلد يور دريمز. بص بقى مكتوب هنا ايه، 4.4 سكند في 4.4 ثانيه. رقم الاكسلريشن بيتحدوا بيه مكتوب على الظهر اهو. تعالى بقى نتفرج على الشنطه كده. طبعا بحساس رجلك على طول. العربيه فيها كل حاجه بتقول بابا وماما، ومتوصله بالساتلايت يا جماعه. تمام، بص الكراسي، بص مستوى الكراسي. 6 كراسي هي بتقول بابا وماما حرفيا. ماشي. الموتور العربيه دي لما اجي اكلمك عن الارقام بقى انت هتذهل دلوقتي. 380 كيلو وات على محور العجلات اللي قدام ورا، دفع كلي العربيه دي. كمان العربيه دي 518 هورس باور، 518 حصان، 518 بي اس اوروبي. ومش ارقام فيك لان العربيه دي دخلت اوروبا، دخلت النرويج ودخلت بلد تانية كمان دخلت اوروبا. تمام. كمان العربيه دي 680 نيوتن متر عزم. العزم 680 نيوتن متر، يعني ارقام خزعبليه. ده بيخلي العربيه دي توصل من 0 ل 100 في 4.4 ثانيه. انجاز طبعا. بصراحه معاهم حق يكتبوه يعني، لان حجم زي ده وعربيه زي دي عربيه عائليه في 4.4 ثانيه، ده رقم مهول. بص بقى الخامات هنا. الامبيانت لايت بي واي دي تانج يا جماعه، واحده من اشهر العربيات الكهرباء. تعالى بقى بص الكرسي اساسا، بص خامات الكرسي، بص الكرسي والكات معموله ازاي، والاخرام دي في الجلد علشان التهويه وبتاع. بص، وكمان التسخين والتبريد في الكراسي ومساج وكل اللي تتخيله في حياتك. بص العربيه دي كمان فيها نسخه الدي بايلوت دي بتسوق نفسها لوحدها. كل بقى ما تتوقعه من انظمه درايفر اسيست وكل حاجه تتوقعها. تمام، وممكن تتحكم في كل حاجه في العربيه. الستيرنج يبقى وضعه ايه، سبورت تقيل ولا كومفورت، ولا العربيه نفسها الاكتف سسبنشن. العربيه دي فيها كمان اكتف سسبنشن، ممكن العربيه تعلى وتبقى ناشفه، وممكن يهبط ويبقى ناعم وطري.
قصه كبيره قوي يعني. قصه كبيره قوي بتقدمها العربيه دي البي واي دي التاني. بص بقى التكنولوجي رايحه فين. بص السمارت بايلوت ده درايفنج اسيست اهو، لين اسيست والترافيك ساين ريكوجنيشن والسمارت هيد لايتس ودرايفر مونيتورنج اسيست. يا سلام على المساج وهو شغال. بص الدلع بقى، بتسوق نفسها لوحدها. طيب انت مش عاجباك الشاشه كده مثلا، جاي لك ايميل، جاي لك حاجه، جاي لك بتاع، اقلب الشاشه يا معلم. مفيش حاجه نسيوها. بيستهبلوا والله العظيم الناس دي. بعد كده هيعملوا مننا مساخيط صغيره، يعني هيعملوا مننا احنا هيركبوا لنا عجل ونمشي احنا بعد كده. لا ما تسالوش بكام يا جماعه، مالكوش دعوه بالعربيه دي، لان النسخه العاليه دي اللي معانا هتعدي ال 2 مليون، مالكش دعوه. تمام. لكن النسخه الاقل منها اعتقد هتبقى تحت كده، وكمان مداها 750 كيلو. 750 كيلو النسخه الاقل من دي، مداها 750 كيلو، دي 650 كيلو الشحنه الواحده. بصوا هيد اب ديسبلاي وقصه كبيره قوي. يعني ما فيش حاجه ناقصه في العربيه حرفيا. الكراسي كلها يا جماعه فيها مساج، حتى الكراسي اللي ورا. شوف المياصه، شوف المياصه. بص طبعا بطلنا العربيه دلوقتي، راحت عامله شويه مزيكا كده، وراحت قلبه لوحدها. نفتح العربيه، قلبت الشاشه على الوضع اللي انا كنت سايبه. تمام. وادي الهيد اب ديسبلاي اهو، مش عارف هتعرفوا تشوفوه ولا ايه. حاطط لك اللين كيب اسيست، وحاطط لك السرعه، وحاطط لك الادابتيف كروز كنترول، مثبت السرعه الذكي كمان قدامك على الازاز. تمام. لا اللغه اللي في العربيه انجليزي، يعني انا مش شايف حاجه لحد دلوقتي صيني. في حاجه واحده صيني اهو، ده الكلاود، فيعني الاستورج، فاعتقد هو صيني عشان كده يعني. لكن انا شايف كل حاجه في العربيه انجليزي عادي. كده احنا قفلنا، حطينا الشاشه في الستاند باي مود. طيب اوكي. طيب نجيب ايه؟ عايزين نشوف مثلا الكاميرات ال 360 ومدى نقائها. بتركن لوحدها، بتعمل يعني فيها العاب يعني. تمام اهو زي ما انت شايف كده. اوتو بارك، قصه كبيره قوي. طيب عايزين نفتح الكاميرا ال 360 بقى يا ولد يا ولد. بص اخواتها الكهرباء اللي ورا، الشيفروليه الميلو، برضه العربيتين دول عندي بيعملوا افلام حمايه، والاي دي 6. بص انا عايز اقول لك ان الاضاءه ورا يعني ضعيفه جدا يعني. بص مستوى الريزوليوشن بتاع العربيه. بص القطه قلبت سيامي في الكاميرا، يعني شغل عالي قوي. بص الابعاد بقى بتجيب لك الكاميرا من فوق العربيه. لا وايه، واللون، العربيه باللون، حلوه الحركه دي، صايعه. بص جايبه لك العربيه 3 دي اهي، والمحيط حواليها. شغل عالي والله العظيم. اوتو بارك اهو. تعالى بقى اما اوريك مستوى العربيه في الصف الثاني. تعالى اما اوريك مستوى العربيه في الصف الثاني، ومستوى الكراسي، ومستوى الخامات. بص يا معلم، بص يا سيدي الفاضل، بص مستوى خامات الصف الثاني وكراسي الصف الثاني. كرسي كهرباء بالكامل، وتبريد وتسخين، هيتد وفنتليتد. تمام. بصوا التحكم في الكراسي اهو، تبريد وتسخين، والتكييف بالكامل. بصوا كمان فيها ايه ورا، مخارج الشحن التايب سي ورا سريعه، بتخرج 18 واط. يعني سريعه، مش زي اي شحن بيبقى في العربيه 5 واط وبتاع ومش عارف ايه. لا 18 واط، تشحن فاست تشارجنج. يا اولاد الامالسه، يخرب بيوتكم. والله يخرب بيوتكم فعلا يعني. البانوراما طبعا. بص ما شاء الله. Please check if piston side first. Please check if piston side first. ده شكلها يا جماعه اهي، بي واي دي تانج. عربيه بتجيب من 0 ل 100. عربيه العربيه دي في منها نسخه 7 سيتس، والنسخه اللي معانا دي الست كراسي، الدفع رباعي، دفع كلي يعني. تمام. الموتور زي ما قلنا 380 كيلو واط على محور العجلات الامامي والخلفي، وكمان 518 هورس باور، و680 نيوتن متر عزم. ارقام مهوله، ارقام تخرج من عربيه اكزوتيك كار يعني.
تمام، وارقام حقيقيه لان العربيه دي دخلت اوروبا على فكره، يعني الحصان ده بي اس اوروبي. تمام. بص شكل العربيه من ورا اهو، اخواتها الكهرباء، العربيات الكهرباء في ازدهار شديد قوي يا جماعه. الاي دي 6 اهي، والشيفروليه الميلو كمان عندي يعني. الشيفروليه الميلو دي عربيه حلوه قوي، قيمه مقابل سعر كويسه قوي. بس خلونا دلوقتي في البي واي دي التانج. العربيات الكهرباء ابتدت تزدهر في مصر جامد يعني. والله 7 سي يعني عربيه المفروض انها دي 6 سيتس، لكن ال 7 عربيه تعتبر في منها نسخه 7 سيتس شكلها حلو. اختراعات. ويجي مواطن مصري هنا يقول لك مش عارف ايه. يا عم اقعد، يا عم اقعد بالنيسان صني، يا عم اقعد، يا عم اقعد بورق الفويل، يا عم اقعد. عايزين بقى نصنع، عايزين نشوف الكلام ده، عايزين نعمل زيهم، عايزين نعمل زيهم. بي واي دي اكبر مصنع عربيات كهرباء في العالم دلوقتي. السنه اللي فاتت تفوقت على تسلا في ارقام المبيعات. طبعا داخل فيها الهايبريد، لكن اكبر مصنع عربيات كهرباء في العالم. البطاريه البليد بتاعتهم احسن بطاريه. تسلا خدت منهم وتعاقدت معاهم عشان يحطوا البطاريات بتاعت بي واي دي في عربياتهم، لان تسلا للاسف بعد سنين فشلوا في ان هم يعملوا بطاريه فيها الامان والسيفتي والوزن الخفيف بتاع بي واي دي. تمام. يلا يبقوا اعملوا شيف بقى للكلام ده عشان ايه الناس تتفرج على التكنولوجيا الحلوه دي. سلام.